انا جيت. يا جماعه، اللي ما يعرفنيش فانا رحمه، تمام، في رابعه طب. انا طول عمري كنت شاطره بصراحه، ومش اي شاطره، لا، شاطره ان انا بذاكر من جلد لجلد، بحفظ الكتاب كويس جدا، بذاكر، بفهم كل حاجه. لما دخلت الكليه مستواي قل، مش قل، دايما براكم، دايما بماطل، باجي قبل الامتحان مثلا بقعد الم، بس ما بدخلش بالماده كلها، بدخل دايما الماده ناقصه في حاجات كتير ناقصه. ف عرفت ان المشكله دي ان انا كده مخي ما عادش عايز يجتهد، عايز نجاح من غير حاجه. هنخدع مخ، تمام. هذا المخ يعني ايه؟ يعني انا مش هقوله ان انا عندي منهج، لا، هقوله النهارده ان انا عندي 4 محاضرات، اوكي. فالمخ هيتخدع لان هو بيحب النتيجة السريعة، النتيجة السهلة، مش النتيجة الطويلة، اللي هو المذاكرة دي أصلا نتيجتها متأخرة. فأنا لما أقول إن عندي 4 محاضرات النهاردة عايزة أخلصهم، فيبقى بالنسبة له حاجة سهلة، أوكي. هاتولي الكلب ده. صراحة السلسلة دي مش سلسلة مذاكرة قد ما سلسلة إن أنا بخدع مخي وبشجع نفسي إن أنا على الكاميرا وكده، يعني بعمل فلوجات. فإن أنا عندي مثلا تارجت النهاردة هخلصه، فبلعب بمخي، بخليه يشتغل معايا مش ضدي، أوكي. فالنهاردة أنا عندي التارجت ده، تمام. تقريبا هو مدرج 6 محاضرات، 4 جديد و2 قديم. قسمتها نصين. تمام. النص الاولاني قسمته لنصين. فالنص الاولاني بقى بتاع النص الاولاني، مش بتاع النص التاني. ما انا قسمت نصين، النص الاولاني بتاع النص الاولاني عشان الساعة دلوقتي 11:30 بالليل، معلش انا يومي بيبدأ بالليل، ما بعرفش بالنهار دي خالص. دعوني ربنا يكرمني كده واعرف ابدأ يومي بالنهار زي البني ادمين. حتى النهارده كنت صاحيه بدري والله، بس نمت تاني عشان خاطر ما بعرفش اشتغل بالنهار، ما بعرفش اعمل اي حاجه بالنهار. دي حاجه زباله ومحتاجه اغيرها. عامه دلوقتي 11:30، تمام. محتاجه اخلص الحاجات دي، مش هنام ان شاء الله غير لما اخلص باذن الله، او على الاقل نص التارجت، لان انا دايما ببوظ اليوم ومش بعمل اي حاجه. والتارجت عندي بيكون حتى محاضره واحده وحتى مش بخلصها، بسمع الفيديو في يوم وذاكره في يوم تاني. فان شاء الله النهارده هشوف كده. وعندي كمان قران محتاج يترجع عشان خاطر عندنا امتحان قران لسه ما رجعتش. فربنا يسهل. 11:30 دلوقتي هنشوف كمان شويه، هذاكر حبه كده وهشوف هعمل ايه، وهفتح تاني هنعمل ايه، نكمل بقى، نشوف انا وصلت لحد فين. فلوج طويل كده، يا رب اعرف اكمل باذن الله. الحمد لله قدرت اكمل، ودلوقتي الساعه 1. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ طبعا اكيد ما كملتش بنفس التارجت، كنت ماشيه على دماغي، حاطه تارجت تاني، تارجت جديد، تارجت مختلف. بس انا بروبلم، المهم ان انا عملت حاجه. رجعت القران بس غير اللي كنت حاطاه. سمعت محاضرتين، سمعتهم مش ذاكرتهم. سمعت محاضره من اللي كنت حطاهم، ومحاضره تانية دماغي هي اللي حطيتها دلوقتي، هي قالت ان انا هسمع المحاضره دي. المهم دلوقتي الساعه 1 تقريبا، عدى ساعه ونص. طبعا قعدت وخدت بريك كتير وكده. فدلوقتي هنرجع تاني نكمل. هذاكر بقى المحاضرتين اللي انا سمعتهم. ربنا يبارك في الوقت والجهد، وان شاء الله خير. انتظروني. افرد يا باشا، افرد. لا مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. في حاجة بس كده على دماغي فجأة عايزة أقولها، قبل جت في نص المذاكرة كده، سبحان الله، مخي ورايا مش راضي يسيبني. المهم اقتله ده ولا اعمل ايه؟ اقتله وخلص العالم من غبائه. أول ما بنبدأ الدوبامين بيعلى وبيخليكي تكملي. اكتشفت إن هي المشكلة كانت في البدء بس. فبجد اللي بيسمع يعني هو هيستفيد من الكلام ده، والفيديو هيفرق معاه بجد. اول ما تبدا والدوبامين عندك هيعلى، وهتبدا بحاجه صغيره وتكمل، هتحس ان انت عايز تكمل، عايز تخلص التارجت، عايز تخلص اي حاجه. بس بجد النقطه في ان انت نبدا وهتبقى زي الفل. بس كده، ده اللي كنت عايزه اقوله. نرجع نكمل. انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ طيب يا جماعه، الساعه دلوقتي 3:30، وانا ذاكرت محاضره واحده بس من المحاضرتين اللي انا سمعتهم، تمام. يعتبر ما حققتش اي حاجه في التارجت. يا الله. بس مش هسمع لمخي واقوم انام، عشان عارفه ان انا هفضل قاعده على السرير صاحيه مثلا لحد 6 أو 7. مش هذاكر ومش هعمل اي حاجه. فحلو قوي، انا رجعت القران، سمعت محاضرتين، ذاكرت واحده منهم، باقي اذاكر التانية وراجع محاضرتين، تمام. حاسه ان انا اديت يعني كويس
يعني بالطبيعي، بالمقارنة مع الطبيعي اللي انا بعمله كل يوم اديت كويس. فهعمل حاجة، هلعب مع مخي تاني تمام. هقول بس ان انا عايزة اقوم اذاكر المحاضرة اللي انا مذاكرتهاش دي، هذاكرها بس. فاعمل كوباية قهوة ماشي وارجع عشان اذاكر المحاضرة دي. وعايزة بس جت على دماغي حاجة كده عايزة اقولها. عايزة اقول ان حقيقي بجد اللي بيجي في اخر السنة ده مش بيبقى سهل. محدش بيحس بأي حد ولا بأي حاجة هو مر بيها، ولا هو ازاي وصل للمجموع ده، ولا هو جاب ازاي التقدير ده، ولا هو عنده المعلومة دي ازاي، ولا هو جابها ازاي، هو سهر قد ايه وتعب قد ايه عشان ياخدها. ف ربنا يقويني ماشي. وتاني يبارك في الوقت والجهد. وهقوم بقى اعمل كوباية قهوة، ولو عملت اي حاجه كده سريعه كلها وهرجع ماشي عشان اذاكر المحاضره. معناها 4 صفحات والله. يعني انا تقريبا قريت المحاضره الصفحه اللي منها، بعد كده بقى قعدت اتمرقع بقى والعب في التليفون. واصلا القعده اللي انا قاعده مش مريحه، بس مش فاهمه ليه بلا في شكلك. بلعب برضه. المهم يعني انا قاعده مش مريحه عشان خاطر اذاكر مش هلعب، اوكي؟ بس بلعب برضه. كده هذاكر، هجيب الحاجه اللي هشربها واجي هذاكر المحاضره اللي هي 4 صفحات، باقي لي فيها 3 صفحات مش هاخد معايا وقت تمام. بكره بقى ان شاء الله احط لدماغي تارجت ان انا هخلص التارجت ده الجديد واللي اتبقى من التارجت القديم. ولو كنت قادره بعد ما اخلص المحاضره اللي انا هذاكرها دلوقتي ان انا ارجع على الاقل الشابتر من الشباتر اللي انا هحطها للمراجعه دي هشوف. المهم اروح اعمل القهوه واجي. عملت القهوه تمام. هو بيحاول زي ما تقول كده بيشتغل على نفسه. خلصتش التارجت بس مبهوره بنفسي. انا خلصت كم كويس منه. سوري كمان عايزه اخد قهوه. تسلم ايدي تحفه. عايزه اتكلم في نقطه الاجتهاد يا جماعه. والله ربنا مش هيضيع كل ده. يعني مش هيضيع ان انا قاعده وعماله بحاول من الساعه 11 وبقوم يعني بقع وبقوم تاني وبحاول ارجع تاني وابدا اذاكر من اول وجديد تاني. فكل ده برضو عند ربنا بيتكتب ان انا حاولت واجتهدت. فمش بس بالكم اللي دخل، تبقى باجتهادي ومحاولتي في الموضوع. انا كنت قبل كده ماشيه بدعوات الوالده بصراحه يعني بذاكر قبل الامتحان. بقعد كل مره قبل الامتحان اقول لا انا يعني دماغي بيفكر ان هو جامد جدا انه هيلم المنهج كله قبل الامتحان بيومين، وهاجي اتزنق وما خلصت المنهج كله. وفي وقت الامتحان بيجي لي احساس بشع، شعور مش عايزه اقول لكم. مش محدش يا رب محدش يعيش الشعور ده. وان انا هبدا في اول جديد من اول وجديد واذاكر من اول وجديد في المديول الجديد وابقى كويسه ومش هراكم وهفهم وهبقى زي الفل. عشان خاطر حتى كمان عشان خاطر اكون دكتوره كويسه، وعشان خاطر ابقى فاهمه كل حاجه، وعشان خاطر مش عارفه ايه في ارواح ناس والكلام ده كله. كل التحفيز ده اول ما ابدا المديول الجديد بيروح تاني كله. فبصراحه ما قررت ان المره دي الموضوع ده ما يتعادش معايا تاني. وفكره ان انا اصور الموضوع ده شجعتني جدا عشان خاطر ان ايه غير ان انا كمان بحط كل الاهداف دي في دماغي. هدف ان انا ايه عايزه اكمل الفيديو والناس تشوف انا عملت ايه، فبتشجع اكتر ان انا اخلص التارجت. فاهمين؟ حد فاهم حاجه؟ مهم دي بتشجع شويه. وعايزه اقول ان هو ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل تاني بالاجتهاد يعني وكده. وربنا يسهل. وهرجع لكم تاني بقى بعد ما اكون شفت المحاضره اللي عليا والشابتر اللي عايزه ترجع ده. دلوقتي 4/10 تقريبا 4/10 يلا. يا جماعه ما عرفتش اكمل امبارح الفلوج عشان نمت. اعمل نفسك ميت ماشي بس الحمد لله خلصت المحاضره اللي كنت قايله ان انا هخلصها، بس ما رجعتش حاجه قديمه. يلا الحمد لله اللي حصل. المهم هروق المكتب ده كده ونشوف. انا صحيت من بدري، الساعه دلوقتي تقريبا 7 او حاجه. العشاء بتأذن. صحيت من بدري واكلت وكده وعملت حاجه اشربها، وهنيجي بقى عشان اروق المكتب ونبدا الفلوج الجديد. تمام يلا تذكر يا جماعه. في حاجه كمان كنت عايزه اقولها بس ما كنتش اتمنى اصلا في يوم من الايام ان انا اقولها، بس يلا لازم شكلها لازم تتقال. لايك وسبسكرايب يا جماعه، وكومنت وقولي لو عجبكم الفلوجات دي عشان نكمل ولا نرجع تاني للمحتوى القديم. لايك وسبسكرايب يا جماعه. بعد اذنك كده بتبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب. اعملوا لك استرايك للبتاع.